مدرب البرتغال يهين كريستيانو رونالدو في المباراة الأخيرة اللي كانت ما بين البرتغال وسويسرا في كأس العالم، وحقيقة انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أي شيء، وبتمنى تنزل تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة لو أول مرة بتشوفنا. مدرب البرتغال زي ما شفنا اهانته لكريستيانو رونالدو، لاعب بحجم كريستيانو رونالدو لك ان تتخيل ان يكون بديله موجود على دكة الاحتياطي في مباراة في كأس العالم، وخاصة ان هو في نهاية حياته الكروية، وده قد يكون اخر كأس عالم هيشارك فيه كريستيانو رونالدو وهو قاعد على دكة الاحتياطي. فطبعا دي اهانة كبيرة جدا، ولكن لك ان تتخيل ان لاعب واحد موجود، الكاميرات اللي في الملعب كله والصورة اللي انت بتشوفها وجميع الصحفيين سايبين لعيبة المنتخبين كلهم، وكلهم متوجهين يعني حوالين كريستيانو رونالدو. ده يدللك على ان اللاعب ده تقيل، واللاعب ده قدم انجازات كتيره جدا في كوره القدم وحصل على جوائز عديده جدا. ولكن مدرب البرتغال بسبب ان كريستيانو رونالدو عايش دور القائد على المنتخب او دور المدرب، وبيوجه اللعيبه في غرفه الملابس او في الملعب، فالمدرب شايف ان هو ملوش يعمل حاجه زي كده. ولكن بحكم ان كريستيانو رونالدو عمل انجازات، يا جماعه احنا شفنا كريستيانو في مانشستر وشفناها في ريال مدريد، انجازات كتيره جدا، فهو من حقه لو بيعمل كده. عايز المنتخب بتاعه يكون بطل لكاس العالم، عايز ان هو يحقق كاس العالم مع منتخبه علشان يكون انجاز دي في نهايه حياته الكرويه. فما ينفعش ان لاعب بحجم كريستيانو يكون قاعد على دكه الاحتياطي. كابتن محمد ابو تريكه كان صرح في تصريح وقال ان كريستيانو وميسي لو قاعدين على كراسي بعجل او ماشيين بعكاز لازم نحترمهم ونحترم المسيره الكرويه اللي قدموها. وده طبعا كريستيانو لاعب تقيل جدا، والصوره اللي عرضتها لحضراتكم وبعرضها تاني بتوضح لكم قد ايه كريستيانو فيه اهتمام بيه من الصحافه. وطبعا كانت انتشرت اخبار عن انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، وناس كتير كانت بتتساءل هو ازاي كريستيانو من ريال مدريد ومانشستر للنصر السعودي. والاخبار دي لصحفيه اصرت ان هي تسالها بعد انتهاء مباراه البرتغال وسويسرا، وكانت الاجابه عليها نفي لهذا الخبر. هذا الخبر لا صحيح، غير صحيح نهائيا، وتمنياتنا بالشفاء لاسطوره البرازيل. طبعا الكلام ده كله اللي قاله كريستيانو رونالدو. كنت حابب نقول لحضراتكم نهايه الاخبار. لو مهتم بمحتوى الرياضه وجميع اخبار الرياضه يا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناه عشان تصلك فيديوهاتنا اول باول. في النهايه بقول لك صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، افضل من اي شيء، وسلام.